القصة اللي هتسمعها دلوقتي قصة جميلة جدا، عجبتني قوي وأكيد هتعجبك وواثق من كده. لكن لو سمعت الفيديو لغاية الآخر. واحدة بتحكي بتقول: كنت واقفة في البلكونة وشفت المشهد ده بالصدفة. عندنا بنتين توأم بيتهم قصاد بيتنا، الاتنين متجوزين وكانوا جايين زيارة لأهلهم عشان فرح أخوهم الوحيد. وبرغم إنهم كانوا شبه بعض بالظبط، إلا إن اللي يشوفهم المرة دي يتعجب، معقولة دول توأم؟ واحدة منهم شايلة عيل على كتفها وتلاتة كمان جرهم وراها، وباين على جوزها تاجر كبير وميسور الحال. واستقبال أهلها لجوزها كانت على أجمل وجه. أما أختها كانت لابسة فستان بسيط جدا، وجوزها جايبها في توك توك عادي. وبعدين شدها على جنب وطلع من جيبه 50 جنيه وقال لها خليهم معاكي. طبطبت على ايده وقالت له: بس انا مش محتاجاهم. فبصلها بحزن وقال لها: انت مفكرة ان انا معيش فلوس؟ لا يا ماما، ده انا ممكن اوزنك فلوس بس انا بحوش. فخدت منه ال50 جنيه بضحكة وهو بينكشها وبيحاول يخليها تضحك. ولما قرب من البيت عشان يدخل لقى ان اهلها بيدعوا انهم مشغولين ومحدش فيهم استقبله بشكل لطيف. فمراته حاولت تمسكه من ايده وتضحك في وشه، راح بس على راسها بابتسامة وحاول يتصنع انه ما زعلش، لكنه مشي. وتقريبا اللي حصل ده كله لمجرد انه على قده. بس بعدها لقيت ان الموضوع ليه ابعاد تانية، وهو انه كمان ما بيخلفش. اختها حاولت تضايقها بالكلام وقالت لها: حاولي تتطلقي وتعيشي سنك، انت ماسكه فيه ايه وعلى ايه؟ ده لا شكل ولا فلوس ولا عيال. ويشاء ربك يا مؤمن ان بعد سنة ونص التاجر يخسر فلوسه بسبب انه مدمن مخدرات، والتاني يسافر السعودية في السنة دي. ونزل عمل مشروع ونجح جدا خلال 6 شهور. وبعد فترة كبيرة جات لي أهلها وهي حامل وعلى وشك الولادة، فبنادي عليها بسألها عن صحتها. قعدت تحكي لي عن جوزها وقد إيه بيحبها، لدرجة إنه كان قايل إن العيب منه هو عشان محدش من أهله يحرجها بكلمة، ومع ذلك كان بيستحمل أهلها. وشها كان منور وهي بتحكي. على الجانب التاني أختها كانت واقفة على الطلاق بسبب قلة الفلوس، لولا جوز أختها اللي كانوا بيقللوا منه اتدخل في الموضوع وشغلوا معاه في المشروع. وحقيقي عوض ربنا لما بيجي بيبهر كل اللي حوالينا. وفعلا يا جماعة في شخص بينور ملامحنا حتى لو ظروفه على قده بحنيته وحبه، وشخص ممكن يضحك علينا الناس مهما كان معاه فلوس. وفي النهاية لو تخيرنا بين الحنية والفلوس هنختار دايما الشخص الحنين. دمتم في حب واستقرار.